السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنيئا لفريق الهلال السوداني بالتأهل إلى دور الربع. التأهل لم يكن سهلا، خاصة في مجموعة كانت تضم كل من مولودية الجزائر وماميلودي ساندونس ولوبوبو كونغولي. صراحة لقاءات ومقابلات أكثر من رائعة اللي دارها الهلال السوداني هذا العام هذا، فباستثناء المقابلة اللي كان هازم مع مولودية الجزائر، فتقريبا جميع المقابلات الأخرين لعبهم مزيان وبطريقة رائعة وأكثر من رائعة، خاصة مع قدوم المدرب ريجي كامب. الهلال كيسالي هذه المرحلة وهو في الصف الأول ب 11 نقطة، متبوع بماميلودي ساندونس ب9 نقاط بعد أن فاز اليوم على مولودية الجزائر بهدفين لصفر، فيما بقي المولودية عند النقطة 7 وكان كيحتاج لنقطة واحدة فقط للتأهل رفقة الهلال، لكنه اليوم كان صراحة خارج الإطار. ما لعبوش مزيان المولودية اليوم وكانوا ناقصين، وبذلك ساندونس هو اللي كيتأهل. هنيئا مرة أخرى للهلال السوداني. صراحة أنا تفرجت بزاف في الماتش ديال الهلال السوداني. كتبغي نعرف شوية والأحوال كيفاش، واش كاين شي تطور في فريق الهلال السوداني. بحال اليوم، بحال الماتش ديال اليوم، انا كنت تفرجت فيهم اصلا في الماتش ديال ماميلودي ساندونس، كانوا لعبوا مزيان لا في الالي لا في الروتور. الماتش ديال المولوديه كانوا ناقصين، صراحه كانوا الهلال ناقصين، وهذيك الساعه علاش استحقوا الخساره. اما اليوم فالشوط الاول كان اكثر من رائع، ولكن في الشوط الثاني فرغم النقص العددي وضيعوا الهلال بزاف ديال المحاولات. واللي ما فهمتش صراحة هو الأنانية المفرطة اللي عند جون كلود ولا عند كوليبالي. بزاف ضيعوا الكواري، بزاف ديال الكواري اللي كانوا يقدروا يسجلوهم ويقتلوا الماتش. ومني كتجي تشوف تاني كتشوف بحال الخطأ الساذج اللي داروا صالح عادل وتسبب الهلال في ورقة حمراء، وكان يقدر يتقلب الماتش. وشفنا لو بوبو كيفاش بدا كتف من الهجمات ديالو، وكان في اي لحظه يقدر حتى هو يسجل، جاو فرص. فما كنفهمش انا بحال صلاح عادل علاش كيدير بحال هذوك الاخطاء. شفناه حتى في الماتشات ديال كاس افريقيا اللي كانوا هنا في المغرب. صراحة لا داعي لهذوك التدخلات أو إحراز إنذارات مجانية وكتسبب للفريق ديال الهلال السوداني في زعما في واحد كيتقلب عليهم، كيبدا يتقلب عليهم الماتش. أخطاء ساذجة ما كنفهمش أنا علاش كيديروا بحال هذوك الأخطاء. ما كاينش واحد الاحتراف بمعنى الكلمة، ما كاينش. هذا هو ان صلاح عادي، اللاعب كصلاح عادي ديال المنتخب ويدير بحال هذوك الاخطاء. انا الفريق ديالي في امس الحاجه ديالي ليا، علاش غادي ندير اخطاء بحال عارف عندي بطاقه صفراء ونعاود نقلب تاني على بطاقه صفراء؟ ماشي مره ماشي جوج. صراحه التشكيل كان مزيان. المهم كاينين تغييرات، رغم ان ريجي كامبرا تعطل في التغييرات الاخرين. كان جون كلود وكوليبالي كان يزرب عليهم شويه بكري، لان تعطل في التغييرات ديالهم، لانهم بداو كيتفلاو بهذا المعنى هذا، ما بقاوش دايرين راسهم في اللعب، ولاو تيتفلاو. كان عبد الرؤوف حتى هو كان نقصت اللياقه البدنيه ديالو، وكانوا عنده لاعبين في البونتوش في دكه الاحتياط كان يدخلهم قبل شويه. على العموم الأهم هو 3 نقاط والتأهل لدور الربع، هذا هو الأهم صراحة. برافو وهنيئا مرة أخرى لفريق الهلال السوداني. بذلك راه كيولي هو الفريق
الثالث العربي بعد الاهلي وبيراميدز اللي كانوا تاهلوا في الجوله الماضيه، وتاهلت اليوم راه الهلال والملعب الماضي الملعب المالي حتى هو كان تاهل في الجوله اللي فاتت، وتاهلوا اليوم سانتونس. يعني 5 الفرق اللي تاهلوا حاليا هما الاهلي وبيراميدز عن مصر، الهلال السوداني، الملعب المالي وماميلودي سانتونس. استودعكم الله على امل اللقاء بكم مع نهايه مقابله الترجي وبيترو اتليتيكو اللي غتكون صعيبه بزاف على الترجي الرياضي التونسي.